مربى الورد ابدا ما مربى ثانوي، بالعكس، وعلى فكره طريقته كتير سهله وطعمه طيب، مشهور فيه كتير المطبخ الحلبي، لازم تجربوه. يلا على البيت نعمل أطيب مربى ورد. هلا الورد بدي ورقه ونقيه. رح اخذ هذا الورق، اما هاد فيكم تعملوا فيه زهورات، هو بيعطي مرار للمربى، نخليهم على جنب. بعد ما نفرط الورد بنحطه بمصفاية خشنة بهذا الشكل، نبلش نصفي فيه لحتى اي شيء وسخ او حبوب طلع او اي شيء قلب الورد ينزل لتحت. هلا بدي اعصر ليمون، تقريبا بدي اعصر لكل كيلو ورد 3/4 كاسة عصير ليمون. انا هدول زاينتهم كيلو ورد، رح اضيف فوقهم 3/4 كاسة عصير ليمون، وعندي هون كمان رح اضيف كيلين سكر. رح اخذ منهم كوب سكر ورح اضيفه فوق الورد. وهلا رح افرك الورد بالسكر والليمون. وهلا بدي اعصرهم، طبعا ما رح اعصرهم على الاخر، تقريبا نص عصره او اكثر بشوي، يعني رح اخلي فيهم شويه مي. هي عصير الورد اللي طلع معنا رح صفيه منيح بالمصفاية ناعمة. وهذا الورق يلي ضل يا اما بنفرمه على مكنة الكبة او فينا على دفة التقطيع نقطعه كتير ناعم، فيكم تتركوه مثل ما هو، بس ما بفضل انا هذا النوع لانه هذا النوع ورقته كبيرة. بأكبر طنجرة متوفرة عندكم رح اضيف لكل كيلو ورد 1.5 لتر مي. هذا انا الكميه اللي عملتها هي كيلين ورد، بس عم بعطيكم عيار كيلو ورد. رح نسلق الورد. سلقت الورد شوي، هلا رح اضيف باقي كمية السكر. هلا بهدي النار تحتهم وبخليهم يعقدوا على مهلهم، وكل شوي بعملهم تقليب، يعني تقريبا كل 5 دقائق بعملهم تحريكه لحتى تستوي حبة الورد بالكامل. وراح اضيف لكل كيلو ورد تقريبا نص ملعقه صغيره من الليمون، او فيكم تضيفوا رشه شبه. هلا مربى الورد تقريبا صاروا ساعة او ساعة ونص تقريبا، صاروا عم بيعقد، الورد استوى عندي تماما. شايفين قوام الورد؟ صار في شفافية ولمعة. هلا بشيلهم عن النار. وهذا العصير اللي عصرناه من الورد صفيناه، حنحطه هلا فوق المربى. وهيك بصير قوام مربى الورد لما يبرد. شايفين لونهم احلى ما شاء الله. هلا رح اعبيهم بمطربانات، عبيتهم بمطربانات ناشفه، بفضل نغطيهم بقماشه ونحطهم بمكان مهوى وبعيد عن الرطوبه، وبضلوا اكثر من سنه ما بصيرون شيء. جنب مربى الورد لازم يكون في جبنة شلال. يا سلام.